السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة كبسولة جديدة من كبسولات الجودة، هنكمل فيها على الكبسولة اللي فاتت. سريعا طبعا نرجع نشوف الفيديو اللي فات عشان نستفيد أكتر، بس سريعا هقول الأشكال اللي احنا كنا اتكلمنا فيها بتاعة الورك فلو. أول شكل كان عندنا كان شكل الستارت أو الإند، وده قلنا بيكون في بداية أو في نهاية العملية. بعدين عندنا الشكل اللي هو المستطيل ده اللي هو الستيب بروسيس أو الخطوة. وبعدين عندنا الشكل بتاع الشكل ده شكل القرار ديسيشن، محتاجين منك قرار وقلنا لازم تخرج منه بقرار. القرار ده ممكن يكون موافقه او رفض، ممكن يكون يس اور نو يعني ايوه او لا، ممكن يكون توزيع زي كود A للوحات مثلا، كود B كود C كود D. وقلنا بعد كده ان في عمليه اللي هي داخليه زي سب بروسيس، اللي هي سب بروسيس دي عباره عن ان انا بعمل عمليه معينه وبعدين برجع اعمل عمليه تانية داخليه عشان اقدر اكمل العمليه الاولانيه. وعرفناها ساعتها ان انا لو عايز اختم ورق مثلا معين او اضيف اتاتشمنت لاي لوحه، مرفقات باي لوحه بانسبكشن ريكوست او حاجه، لازم ان انا اقدر اعمل العمليه دي الاول عشان اقدر اكمل العمليه الاساسيه. وقلنا ده شكل الدوكيمنت، وقلنا خد بالك من اتجاه السهم لو داخل او خارج. الفيديو اللي فات موضح ده بالتفصيل. طيب، اتكلمت في اخر الفيديو اللي فات على حاجه اسمها السويم لين. سويم لين بالعربي كده الحاره، زي حاره حمام السباحه، حاره السباحه. حمام السباحه بيكون فيه 8 حارات مثلا. كل سباح لما بينط بيبتدي يعوم لحد ما يوصل لاخر الحاره ويرجع تاني. طب ليه عاملين حارات؟ لكذا سبب. اولها عشان ما يخشوش في بعض، يعني لازم ده يبقى في مكانه وده في مكانه وده في مكانه. تانيها عشان نقدر نحسب من الخط بتاعهم مين وصل الاول مين التاني، الزمن بتاع كل واحد، تكون الحاجه متفرقه قصادنا بطريقه لائقه. نفس القصه في الورك فلو. اعتبر ان ده الورك فلو، ادي سويم لين، دي لين رقم واحد، لين رقم اتنين، تلاته، اربعه، خمسه، وهكذا. ايه اللي بيحصل بقى في اللين؟ توزيع المسؤوليات. الحاجه اللي هتقع هنا اهو ايا كانت هي ايه، مسؤوليه السباح رقم واحد او الفانكشن رقم واحد. يعني لو قلت مثلا بنتكلم على بروسيس التعيينات. التعيينات في الاول خالص لازم الراجل بتاع التالنت اكوزيشن او اللي بيعين يبتدي يجيب سيفيهات، فمسؤوليته يجيب سيفيهات. فلو انا حطيت ان هو عنده الستارت بتاع البروسيس ولازم بعد كده يعمل عمليه جمع السيفيهات، طالما وقعت في الحاره بتاعته يبقى هي بتاعته، مسؤولياته. الاكونتابيلتي عنده. يعني ايه الاكونتابيلتي؟ يعني هو التشامبيون، ممكن يستعين بحد تاني يبقى ريسبونسبل معاه، يبقى مسؤول معاه، بس الاكونتبل اللي هو فين انا هحاسبه. فين السيفيهات اللي جات لك؟ قال لي انا جبت السيفيهات تمام، هتروح للي بعده عشان يعملها تكنيكال انترفيو مثلا. فبقت عندي الراجل هنا رقم اتنين او اللين رقم اتنين ده اللي مسؤول يعمل الانترفيوهات للناس، خلص يروح يدي للي بعده. فبقيت عارف اوتوماتيك طالما العمليه وقعت جوه السويم لين او جوه الحاره بتاعه الشخص ده يبقى مسؤولياته عنده، المسؤوليات بتاعتها عنده. طيب، ده رسم. في منه بيكون فيرتيكال يعني بينزل بالترتيب من فوق لتحت، تمام؟ او في بيكون هوريزونتال بيمشي اكتر من خطوه جانبيه وبعدين بيبتدي ينزل برضه لتحت، تمام؟ يشتغل بيه. ساعات بيكون السويم لينز بالطول وساعات بتكون بالعرض. دي مدارس، زي ما هتعمل زي ما هتلاقي. في بقى نظريه جديده، احنا كنا اتكلمنا في نظريه البيديكال ودي شرحناها في اول الفيديو خالص في الموضوع اكتب اجراءات شركتك بنفسك. في بقى نظريه اقوى منها شويه اسمها السايبوك. السايبوك دي مهمه جدا. السايبوك انا هشرحها بس كمعاني النهارده، وان شاء الله هنكمل عليها المره الجايه. الاس فور سبلاير. مين السبلاير؟ مش مقصود بالمورد بتاع الماتيريال، لا، مورد يعني بتصدر منه، هو اللي مورد للمعلومه. ايا كانت ايه هي المعلومه بقى، كانت ورقه، كانت صوره، كانت معلومات بس كده انفورميشن موجوده، فده اوتوماتيك بيطلع منه ايه؟ انبوت ليه مدخلات. تمام؟ فعندك سبلاير وليه مدخلات. البي دي بقى اللي احنا عاملين نتكلم عليها، ساعات بيسموها البروسيس، ساعات بيسموها التولز والتكنيكس. تمام؟ احنا بنسميها او انا بسميها النو هاو بتاعك. ايه النو هاو ده؟ اللي هو حتتك انت بتعملها ازاي، الحته الخبره اللي انت فيها. ودي بتبقى مكتوبه في صوره بروسيجر. بيطلع من الكلام ده طبيعي جدا اوتبوت، ما هو طالما ابتدينا بانبوت يبقى اكيد هيطلع اوتبوت، في مخرج خارج من الموضوع ده. السي هنا بقى ده الكاستمر. مين الكاستمر؟ الكاستمر هنا معناها المستفيد.
مين الشخص اللي هيستفيد بالمعلومه بتاع حضرتك. في بقى طريقه معينه عشان نلم بيها كل المعلومات، لو انت قادر تعرف مين بيعمل ايه فين وامتى وازاي. ان شاء الله المره الجايه هنتكلم على الجدول بتاعها كده وفايدتها ايه معانا ككواليتي، وباذن الله يكون علم ينتفع بيه. ما تنساش تعمل سبسكرايب وعلشان تشوف الفيديوهات الجديده، ويا ريت تشوف الفيديوهات القديمه كمان علشان تقدر تكمل معانا المعلومه الكامله، وان شاء الله يكون علم ينتفع بيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.